السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل التراميزو الاصلي، طعمه خطير وفي البرد اللي احنا فيه ده هيبقى مناسب قوي. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس، ويلا بينا نبتدي. انا الاول هبدا ان انا اغمس البسكوت اللادي فينجر في القهوه. هعمل اول طبقه واسيبها عقبال ما اخلص الكريمه تكون هي طريت شويه. فالاول هجهز اول طبقه من البسكوت. عندي هنا حوالي معلقتين او 3 من قهوه سريعه الذوبان، دوبتهم في شويه ميه. ابدا ان انا اكون اول طبقه عندي زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنبدا في الكريمه. عندي هنا جبنه كريمي، احط عليها حوالي معلقتين او 3 من القهوه سريعه الذوبان اللي انا مدوباها في الميه دي، و هدوبهم في بعض زي ما انتم شايفين، وهسيبها على جنب لغايه ما نعمل البيض. عندي هنا 3 صفارات، ما تقلقوش مفيش اي طعم للزفاره خالص. هنحط على الصفار ده السكر، وهنعمل ايه بقى. عندي حله صغيره او كازرول صغير، هنحط فيه ميه، بس الميه ما تلمس السطح بتاع البوله اللي فيها الصفار. وهنحطها على نار هاديه قوي، وهنفضل نقلب الصفار زي ما انتم شايفين كده لغايه ما يتحول لونه لاصفر فاتح خالص كده. وهنعرف ازاي ان هو خلاص كده تمام اتظبط، ان احنا لما هنلمس الصفار ده بايدينا كده هنلاقي ان مفيش سكر، هنلاقي ان السكر خلاص داب فيه. فهنفضل ان احنا نقلبه على نار هاديه كده، مش النار تلمسه دايركت، لا الكازرول ده على النار في ميه، بس الميه مش هتلمس سطح البوله، والنار هاديه جدا على اصغر عين في البوتاجاز، وهنوطيه كمان، وهنفضل نقلبه كده لغايه ما يتكون عندي بالشكل ده. شايفين الصفار اتحول من الاصفر الغامق لاصفر فاتح جدا ازاي. بعد كده بقى هننزل الصفار بالسكر ده على الجبنه الكريمي بتاعتي، نقلبهم كويس قوي مع بعض، وبعد كده هنسيبهم على جنب. وهنعمل الكريمة. عندي هنا كريمة الخفق، كريمة خفق او كريمة لباني، او لو مفيش ده ولا ده ممكن كريم شانتيه عادي. هنحط عليهم حوالي معلقة فانيلا، ونضربهم كويس قوي على اعلى سرعة لغاية ما الكريمة عندي هنا تتكون زي ما انتوا شايفين كده. هناخد جزء بقى من الكريمة دي هننزله في الخليط بتاع صفار البيض والجبنة الكريمي، هندوبهم شوية مع بعض لغاية ما يتداخلوا كده. وبعد كده هاخد الخليط ده وانزل بيه على بقية الكريمة كلها. شايفين لما قلبتهم كويس قوي مع بعض بقى ده شكل الكريمة بتاعتي. هبدأ انزل بحوالي نصها على طبقة البسكوت الأولى، وبعد كده هبدأ ان انا اعمل الطبقة التانية بتاعة البسكوت. هغمس طبقة البسكوت التانية بالشكل ده، وهكون الصينية بتاعتي. وبعد كده هنزل باخر جزء من الكريمة اللي اتبقى، وهساوي الوش كده. وممكن بقى تشكلوها تزينوها باي حاجة، بس طبعا الدارج يعني ان احنا هنجيب كاكاو في مصفى كده، وهنعملها على الوش بالشكل ده كده. هنسيبها بقى في التلاجة المفروض ليلة كاملة، بس لو مستعجلين على الاقل سيبوها 3-4 ساعات. وبقى ده شكلها بعد ما خرجت من التلاجة. شايفين شكلها عامل ازاي، وما تقلقوش مفيش اي طعم للزفارة خالص خالص، وطعمها بجد يجنن. شايفين شكلها خطير ازاي، شايفين الطبقات، وبجد طعمها خطير. جربوها وقولوا لي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو جاي.